رغم كل المشاكل اللي كانت عندي الا اني صحيت تاني يوم الصبح اقوى من اي وقت كان قبل كده. كان عندي صبر وعندي عناد ان انا هعمل حاجة، ايه هي مش عارف. المهم بدأت افكر في شغلانة ثابتة تجيب لي دخل ثابت. ما انا بدأت اقول لنفسي، ما انا لو كان عندي دخل ثابت ما كنتش اتحطيت في الورطة اللي انا اتحطيت فيها. فدخلت على موقع اسمه انديد، بدأت ادور على وظائف جوه الصين. بدأت ادور في جوانزو، بعدين بدأت ادور على المدن القريبة اللي هي شنزن. بدأت ادور ابعد ابعد وهكذا يعني. بعت السي في بتاعي لكل مكان. كنت اخلص كل يوم تدوير على شغل، بعدين اروح لصاحب الصين اللي عنده المطعم ده، اروح اقف معاه اتكلم شويه، اخبارك ايه بتاع، اساعده في المحل بدون مقابل. من الزهق حكيت له، قلت له والله ده حصل معايا كذا وكذا، والشباب اللي معايا سابوني ومشوا، انا مش معايا فلوس، مش معايا غير الساعات ومش عارف اعمل ايه. فالراجل اقترح عليا اقتراح جميل جدا. قال لي بص يا عم احمد، الترابيزات بتاعت المطعم دي انا هفضلك ترابيزه، هات الحاجه بتاعتك اعرضها هنا في المحل. قلت له ماشي. تاني يوم جبت الساعات، حطيتها فين؟ حطيتها على ترابيزه من الترابيزات بتاعت المطعم، وجبت معاها كام كتالوج كنت جايبهم من مصانع. قلت يمكن حد يبص للكتالوجات ده هي فيحتاج شغل، فايه يتواصل معايا ونبدأ شغل. يوم اتنين تلاتة، حوالي 5 ايام ما كانش في حد اصلا، لانه هو المكان يتردد عليه ناس قليل. بعدها بكام يوم جت بنت من اذربيجان بتقول لي انت بتبيع هنا ليه؟ قلت لها طب اعمل ايه؟ قالت لي احنا بنروح عند الجامع بنبيع هناك. قالت لي قريب من المطعم في جامع، انا بروح كل يوم جمعة بعمل رز وفراخ وبيعهم هناك. قالت لي ده انا في اليوم الجمعة ده بس ببيع حوالي 200 طبق فبكسب كويس. قلت يا ستي بركة، اروح اشوف الدنيا ماشية ازاي وان شاء الله ربنا يكرمني زي الناس. استنيت يوم الجمعة ده بفارغ الصبر، قلت ان شاء الله يعني ايه لو بعت لي ساعتين تلاتة حتى بتمنهم ادفع بيهم الايجار بدل ما استلف. وجه يوم الجمعة، رحت حاطط الساعات في شنطة صغيرة كده، شنطة سفر. دخلنا صلينا، بعد ما صلينا رحت طلعت فتحت الشنطة ورحت واقف. مفيش 5 دقايق جت الشرطة بتصور الباعة الجائلين، رحت قافل الشنطة ورحت ماشي. رجعت تاني للمطعم، احط الحاجة على الترابيزة زي ما انا. ما كانش حد يعني بيشتري، كان كل مثلا حوالي 5 6 ايام حد يشتري ساعة حتى اصلا يعني. وقتها دماغي نفسها وقفت من كتر التفكير، انا مش عارف افكر في اي حاجة خالص. كان كل يوم يجي صاحب الصيني دوت، ربنا يبارك فيه، يجي بالليل يعمل اكل هو ومراته ويعزمني، يقول لي اقعد كل معانا. فانا كنت اصر على ان انا ادفع فلوس، وهو كان يصر اصرار اكتر مني ان انا ما ادفعش. احنا اخوات ومفيش بينا الكلام ده وعادي يعني. الايام بتمر وعايز ادفع الايجار، فمش عارف اعمل ايه. فدخلت الواحد من اصحابي القدامى ألمح له ان انا مش معايا فلوس. لمحت وقلت مش معايا فلوس والدنيا مخبطة وبتاع. التلميح ما جابش نتيجة والراجل ما فهمنيش. عدى يوم يومين، التلميح ده يعني خلاص انا هترمي في الشارع، فما فيش لزوم تلميح خالص. فدخلت على الجروب كده فيه الاصدقاء القدامى كلهم. قلت يا جماعة انا مش لاقي اكل،